من صلى خلف الإمام 40 يوما لم تفته تكبيرة الإحرام كتبت له براءتان: براءة من النفاق وبراءة من النار، فماذا عن الذي قد تفوته تكبيرة الإحرام مع الإمام لعذر كسفر؟ هل يأخذ هذا الأجر؟ هذا الحديث حديث ثابت، وفيه فضيلة صلاة الجماعة، وفيه فضيلة الحرص على إدراك أول صلاة الجماعة. إدراك أول صلاة الجماعة يا إخوة فضيلة عظيمة، ومن حرص على إدراك أول صلاة الجماعة فهذا دليل على الخير فيه. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال الرجل يتأخر عن الصف الأول حتى يؤخره الله في النار. لا يزال الرجل يتأخر عن الصف الأول، بمعنى يتأخر عن إدراك أول الجماعة حتى يؤخره الله، هذا الذي في الصحيح، وفي رواية صحيحة حتى يؤخره الله في النار. قال العلماء: لأنه إذا تعود أن يتأخر عن صلاة الجماعة عن أولها يوشك أن يتأخر إلى آخرها، ثم يوشك أن يتأخر عن صلاة الجماعة بالكلية، ثم يوشك أن يتأخر عن الخير. والذي يحرص على أن يصلي خلف الإمام لا تخطئه تكبيرة الإحرام فليبشر بالخير. كان بعض السلف يقول إنه صلى خلف الإمام، صلى 40 عاما لا يرى إلا ظهر الإمام. معنى لا يرى إلا ظهر الإمام يعني لا يكون في الصف الثاني ولا في يمين الصف ولا في يسار الصف، يكون في الناس الأوائل الذين يكونون خلف الإمام. يقول الأخ: طيب لو أن الإنسان عذر، مثال مرض، أنا حريص على أن أصلي خلف الإمام ومع تكبيرة الإحرام وأنا معه أكبر، مرضت يوما لا أستطيع أن أذهب إلى المسجد، عذرني الله، هل يفوتني الفضل وينقطع؟ الجواب: لا، ما دمت معذورا فكأنك عملت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما. المهم اعمل حيث لا عذر، فإذا وجد العذر فأبشر بالفضل من الله. سافرت معذور، يكتب لك ما كنت تعمل وأنت مقيم، فكأنك تصلي خلف الإمام لا تخطئك تكبيرة الإحرام. مرضت كذلك، وهذا فضل الله على أمة محمد صلى الله عليه وسلم.